السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام على قناة الشاشة تيفي. أهلا وسهلا ومرحبا في هذا اللقاء. في خبر وارد من مدينة أزرو الأطلسية، جريمة مروعة: ذبح رجل لزوجته الحامل تهز المدينة. أقدم زوج يبلغ من العمر 28 سنة اليوم السبت على ذبح زوجته ذات 25 عاما والحامل في شهرها السابع من الوريد إلى الوريد داخل منزلهما الكائن بحي سيدي عسو بنفس المدينة، قبل أن يلوذ بالفرار ومعه ابنتهما الوحيدة ذات ال3 سنوات. ووفقا لما ورد، فقد تم اكتشاف هذه الجريمة من طرف شقيق الضحية البالغ من العمر 9 سنوات، مبرزة أن الطفل لدى رجوعه إلى البيت حيث يقيم رفقة شقيقته وزوجها وجدها مدرجة في دمائها، فهرع إلى خارج المنزل مستنجدا بالجيران. ولدى انتقالها إلى منزل الأسرة المعنية، تضيف ذات المصادر، عثرت عناصر الأمن على الزوجة جثة هامدة، مبرزة أنها باشرت التحريات والتحقيقات اللازمة حول ملابسات هذه الجريمة المروعة. وعلم أنه تم في وقت لاحق من اليوم السبت ضبط الزوج الهارب المشتبه بارتكابه هذه الجريمة الشنيعة في منطقة مولا يعقوب التي ينحدر منها، وقد تم وضعه رهن الحراسة النظرية لأجل البحث. وبأمر من مصالح النيابة العامة المختصة باستئنافية مكناس، فقد تمت إحالة جثة الضحية على مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بمدينة أزرو قصد إخضاعها للتشريح الطبي.